سلام لي فيا، على بالكم بلي توحشتكم بزاف توحشتكم قد الدنيا والله من قلبي. على بالي بلي راني مخسره معاكم وراني طولت شويه ما حطيت لكمش فيديو، والله غير سمحوا لي. راكم تعرفوا الصيف كل نهار وكيفاش، خاطر يكثروا الخرجات يكثروا بزاف صوالح في الصيف. المهم اليوم روتين في الشباب، روتين شباب بزاف نقول لكم روتين مفيد والله العظيم. كما شفتوا في العنوان عندي واحد الوصفه رائعه باش تنقصوا شويه. كيما شفتوا غير نضت صباحت قهويت، من بعد دخلت الكوزينه وبديت نرد في المواعين. من بعد كانوا عندي شويه تاع لي فيتايما كما شفتوا، سباغيتي، شويه تاع اللوبيا، شويه تاع الرز، درتهم في لي بواط تاعهم. ستفت كل شيء باش نحس بلي كل حاجه راه في بلاصتها. وكما راكم عارفين ايفيتو هذيك الطاقه السلبيه بالتنظيم. المهم راني هنا نطيب في الفطور تاعي. الصوره راهي سابقه، مي راني نوجد في سباغيتي بالمرقاس. والله مع السخانه ما راني ناكل والو من غير هذيك الفاكهه واللي راهي غير تزيد تغلى. وبالك راح حطوا في هادو اليامات بلي ما راناش كيما العوامات اللي فاتوا، كنا كيجي الصيف كل شيء يرخص، زعما نشبعوا غير بالدلاع والعنب وهذا. مي دروا كل شيء راه بالسومه، كي شغل تحسي روحك راكي غير تذوقي بصاي. اللهم المستعان وصاي. هنا راني نوجد في سباكيتي تاعي كيما نعرفوا كامل نديروه. نغلو سباكيتي تاعنا وما نديباسولهش الوقت تاعه، 7 مينيت ولا مابا 6 مينيت كيما هكا. نغليوه ونخلوه شويه يكثر، ومن بعد كي نوجدوا لاصوص نديروا هذيك الثوم، نديروا لا طوماط نورمال، ومن بعد كي نحطوا سباكيتي تاعنا بعد ما كنا قلينا المرقاز. من بعد كي نعاودوا نوردوا هذاك المرقاز فوق سباكيتي، وكل وحده وكيفاش تحضر هذا الطبق. هنايا فطرنا والحمد لله على النعمه اللي مدهنا الله، وكل نهار والبركه تاعه. وهنا غادي نقول لكم على واحد الوصفه رهيبه. هذه الوصفه باش تنقصي، يعني تنقصي في الوزن، وهي عن تجربه والله لو كان تداومي عليها غادي تنبهري بالنتيجه. انا على نفسي جربتها ونقصت بها وكامل، بصح ما نزيدش عليكم، عاود حبست هادو لي تيزان كامل، بصح عاود اكتسبت وزن. اللي قالك تداومي عليها باش تشوفي النتيجه تاعها. بصح هاد الخطره والله راني معوله باش نلتزم بها، خاطر والله غير هذيك السمنه والله لا تضر الصحه وتسبب لنا بزاف امراض. المهم غادي نبداها معكم هذه الوصفه، وغادي نولي نشرب هادو لي تيزان شاك جور، وانا غادي نقول لكم النتيجه تاعها. الحاجه الاولى خاصنا نوزنوا رواحنا افون اي ابخي. الوصفه هي القهوه الخضراء. القهوه الخضراء نشريوها من عند العطار كيما تبغي. تقولي لها اعطيني واحد 20 ميل يعني 20,000، ولا تقولي لها اعطيني 10 ميل، سا ديبون كيما نتيا كيما تبغي نتيا. هيا لا القهوه الخضراء في اللون تاعها جايه هي حبه تاعها كيما القهوه نورمال، بصح لا كولور تاعها تكون خضراء. تشريها نورمال، تغلي الماء مليح وتحطي واحد الملعقه كبيره فيه كيما راكي تشوفي كيما هكا، وتخليها تغلي وتبلعي عليها هكا بغطاء، تغطيها وتبلعي عليها وتخليها تغلي لك مليح، ومن بعد طفي عليها وتخليها تطلق. هي ما غاديش تجيك كيما القهوه العاديه لا كولور تاعها تبدل، ولا غادي تروح هكا كيما انتزان. وميم لو غو تاعها نقول لكمش بلي شباب بزاف. شوفوا لو غو تاعها ما تعرفيش كامل كي داير، دوك تذوقوها تعرفوها. كاين اللي نجم يشربها، كاين اللي ما ينجمش خاطره يديها، مي شربوها، حتموا رواحكم عليها وشربوها وما ديروش فيها سكر. هذه تقدري تشربيها كل يوم 3 فوا قبل ما تفطري، يعني هي كل ما تفطري قبل ما تفطري يا ربي تشربي هذاك الكاس تاعك. وتعرفوا المفعول تاعها هو شواله، هي تقطع الشهيه، فهمتوا؟ زعما كي تطولي وكامل ما توليش تبغي تاكلي بزاف. هذه القهوه انا نزيد معاها واحد لا تيزان. هذه جربتها، تيزانه فعاله جدا. هذه هي راكم تشوفوا فيها في الصوره، ولابا تاعها ماهيش عندي. انا نهار راني دايره، نهار اللي نشري لابوا تاعها راني نوريها لكم. هي سموها سقراط، والنيميرو تاعها نيميرو 7 رقم 7، يعني سقراط رقم 7. هي تجيب الارقام. العلبه تاعها ان شاء الله يا ربي غير ما ننساش نعاود نصورها لكم ونوريها لكم. هذه ثاني هذه انتيزان شباب بزاف والله غير تنقص، وعن تجربه انا كنت نشربها والله نقصني بزاف. المهم هي تجري الكرش بصح مليحه بزاف. وهنا وجيت العشاء، كان هذا هو العشاء تاعي، لي زيسكالوب، لي فريت وشاورما. ولا وصلتوا لهذه اللقطه ديروا لي ابوني وجيم. نحبكم يا الغاليات، سلام.